جماهير الاهلي اتفاجئوا بوجود حمدي فتحي في قائمه الفريق لمباراه الكاس يعني. بس الموضوع ما يعني مش مفاجاه ولا حاجه، لان ما كانش لسه اتحدد ميعاد سفر للاعب خالص، ولا الصفقه لسه تمت بشكل رسمي. بس هم الناديين واللاعب اتفقوا على كل حاجه خلاص، تقريبا شبه الموضوع اتحسم وانتهى يعني. الفلوس 3 مليون دولار 250 ألف. في بنود إضافية حوالي 500 ألف دولار بونص موجودة في العقد، النادي الأهلي يقدر يحصل عليها مقابل بعض البنود اللي محطوطة في العقد ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الوكرة القطري. في نسبة 20% إعادة بيع النادي الأهلي حطها مرة تانية طبعا يحصل عليها لو نادي الوكرة القطري باع اللاعب مرة تانية بعد ما اشتراه من النادي الأهلي يعني. دي طبعا دي كلها بنود مهمة جدا للاعب النادي الأهلي يا دوب اشتراه ب 30 مليون جنيه، حقق منه مكاسب كبيرة جدا، استفاد منه داخل الملعب قبل حتى ما يفكر ان هو يبيعه بعد ما جاله العرض الكبير والمهم اللي هو جاله ده، ورقم كويس جدا في ظل الظروف الاقتصادية وفي ظل حاجات النادي لصفقات جديدة والدولار كمان في اللي احنا شايفينه. فبالتالي ده نجاح لإدارة التعاقد والنادي الأهلي ان هم يقدروا يطلعوا بأكبر مكاسب طبعا من الصفقة دي. حاجة تانية كمان بس اللي موقف سفر اللاعب حاجة واحدة بس، وهي صياغة العقود. يعني في الوقت الحالي العقود بتصاغ يعني بتتكتب ويتم توقيع العقود واللاعب يسافر بشكل عادي جدا. فعشان كده هو موجود ومكمل مع النادي الأهلي بشكل عادي خالص، لحد طبعا ما الموضوع يتم بشكل رسمي والعقود تتمضي واللاعب يسافر. لكن مفيش أي مشكلة في العرض، ولا وقف ولا في اي مشاكل ولا ما فيش اتفاقات ولا الكلام ده كله خالص يعني. الموضوع شبه اتحسم وانتهى، وبس باقي حاجات بسيطة على حسم القصة وسفر اللاعب لقطر ان شاء الله يعني. وبالتوفيق طبعا لحمدي، لعيب كبير جدا، كان من اهم لعيبة خط الوسط في مصر والمنتخب والنادي الاهلي طبعا. كمان كان ثنائيته هو وديانج لعبهم طريقة لعبه وكل حاجة يعني آم، كبيرة جدا. والفترة اللي قضاها مع النادي الأهلي كانت فترة مهمة وكبيرة، حقق فيها بطولات كتير، عمل فيها أداء كبير. إن شاء الله نتمنى له التوفيق في الرحلة الجديدة بتاعته في قطر بإذن الله، وإن هو يعمل نفس الأداء ونفس المستوى اللي كان متواجد فيه في النادي الأهلي. وإن شاء الله النادي الأهلي يقدر يضم بديل كويس جدا لحمدي فتحي، لأن ده شرط من شروط كولر للموافقة على الصفقة، إن النادي الأهلي يقدر يعمل صفقة تعوض رحيل اللاعب عن النادي يعني. يلا، اي جديد هقول لكم على طول. باي باي.